علبة الزيت دي خدتها من المهندس بعد ما عملت صيانة في التوكيل، طلبت منه يديها لي فاضية عشان اخد منها البارت نمبر بتاعها، عشان لو قررت بعد كده اشتريها من بره يبقى معايا رقمها وصورتها، واتفاجئت باللي مكتوب عليها. لو متابعني من زمان فانت اكيد عارف ان دايما بقول صيانات التوكيل انضف واحسن واضمن، ووقت الازمه اللي فاتت كنت انا الوحيد اللي بطلع واقول اشتروا قطع غيار من التوكيل لانه فعلا كان ارخص من بره، ووضحت ده باكتر من قطعه غيار. زيت الفتيس او الجير بتاع عربيتي بقاله فتره ناقص في السوق، بس اكيد مش لدرجه ان يوصل بيا الحال اني اغير زيت فتيس لعربيتي 3 لتر ب 14000 جنيه، وكمان زيت صلاحيته باقي عليها شهرين. ايه يا جدعان ده؟ علبة الزيت دي خدتها من المهندس بعد ما عملت صيانة في التوكيل، طلبت منه يديها لي فاضية عشان اخد منها البارت نمبر بتاعها، عشان لو قررت بعد كده اشتريها من بره يبقى معايا رقمها وصورتها، واتفاجئت باللي مكتوب عليها. شايفين اللي مكتوب عليها ايه؟ بيست بيفور 16/6/24. تخيل علبة الزيت دي وقت ما عملت الصيانة كان باقي على الاكسبايري ديت بتاعتها اقل من شهرين، والمفروض ساعتها ما ينفعش تتباع للعملاء، يعني العلبة دي ما ينفعش تتباع بعد 16/6/2024. وهنا ما اقدرش اقول عليها انتهت، لان زيت الفتيس صلاحيته مش بتنتهي، بس كفاءته اكيد بتتاثر وهو مركون على الرف، والكلام ده كل مهندسين العربيات والتجار عارفينه. انا مش متاكد قوي، بس العلبة دي تقريبا صلاحيتها على الرف من 3 ل5 سنين تقريبا. القصة ان العلبة دي ثمنها عالميا حوالي $30 في امريكا واوروبا، يعني حوالي 1500 جنيه، وده سعر نهائي للمستهلك زي ما انتم شايفين، وده طبعا في حالة ان صلاحيتها باقي لسه عليها كتير. تخيل بقى التوكيل بيروح يشتري زيت صلاحيته قربت تنتهي عشان يجيبها ارخص، ويجيب العلبة دي ويبيعها باكتر من ثمنها. العلبة دي وقفت عليا ب 3800 جنيه، يعني اكتر من ضعف سعرها عالميا. تخيل بقى هو كسبان في العلبة دي كام، وهو اكيد مش جايبها ب $30 لان ده سعر التجزئة للمستهلك النهائي، واكيد جايبها جملة يعني سعرها اقل من كده بكتير. وانا بصراحة ما عنديش تفسير للارقام اللي التوكيل بيبيع بيها دي، ولو الناس مش مصدقة ادي صورة فاتورة الصيانة في التوكيل والسعر باين فيها 11606 جنيه لل3 لتر، يعني سعر اللتر حوالي 3800 جنيه. لا وقبل الضريبه انا لسه هدفع 14% ضريبه. انا عايز بقى حد من المهندسين المتخصصين دلوقتي يطلع يقول لي ايه وضع الزيت اللي انا حطيته في عربيتي ده، وهل ده امان على الفتيس بتاع عربيتي ان امشي عليه 50000 كيلو كمان؟ ده باعتبار اني حاطط زيت باقي على صلاحيته شهرين، وانا خلاص عربيتي خرجت من الضمان، فلو حصل له حاجه بالشفا. بيني وبينكو هو عادي، وانا عارف انه عادي، بس ده مش عدل ومش منطقي ابدا. انا مش عارف اروح اعمل الصيانه فين تاني لو كان الوضع في توكيل العربيه نفسه عامل كده. ولو حد حصل معاه اي موقف زي ده في اسعار الصيانات يكتب لنا في الكومنتات، بس بلاش حد يكتب لي عن سعر صيانه فتحه السقف اللي بتتعمل في توكيل كيان واللي بيدفع فيها رقم فلكي. اكتبوا لي مشاكلكم مع صيانات التوكيل عشان نعرف كلنا ايه اللي بيحصل.